كل شيء بدأ في ليلة كان من المفترض أن تكون عادية. التاريخ كان 18 فبراير 2013، ليلة شتوية باردة في قرية صغيرة منسية. كان طفل على وشك أن يولد. أبوه حسن كان بيتمشي قلقان في ممر المستشفى، قلبه كان تقيل بالهم والدين. وبعدين حصل اللي محدش كان متوقعه. بالضبط الساعة 3:33 صباحا الطفل صرخ أول صرخة ليه، وفي اللحظة دي كل الساعات في القرية وقفت، ساعات الحيطان الكبيرة والساعات الصغيرة اللي في الإيدين، حتى الساعات الرقمية في الموبايلات بقت سودة. كله اتجمد وفضل يعرض نفس الوقت الغريب 3:33. سكون غير طبيعي نزل على القرية، سكون تقيل كأن الدنيا كلها حبست أنفاسها. وفجأة السكون ده اتكسر. كلاب القرية كلها بدأت تعوي في نفس اللحظة. ما كانش عواء عادي، كان عواء طويل وحزين، كأن الحيوانات بتنوح على حاجة مش شايفينها. كانوا حاسين إن الدنيا اتغيرت. في المستشفى حاجة تانية غريبة حصلت. النور قعد يقطع وبعدين فصل خالص. المبنى كله غرق في الضلمة. الممرات، أوض المرضى والمكاتب كله بقى ضلمة إلا أوضة واحدة، أوضة الولادة اللي فيها المولود الجديد، فضلت منورة بنور ثابت وعجيب. الدكاترة والممرضين بصوا لبعض باستغراب، عقولهم العلمية مش قادرة تفسر اللي بيحصل. حسن حس بقشعريرة بتجري في جسمه، خوف بارد مالوش علاقة بالشتاء. الليلة دي كانت مجرد بداية، كانت علامة، إعلان. الطفل اللي سموه آدم ما كانش زي بقية العيال. وصوله كان معاه نذر، حكاية العمد والعواجيز هيفضلوا يهمسوا بيها سنين طويلة. كانوا بيتكلموا عن أسطورة قديمة، حكاية اتنقلت من جيل لجيل، حكاية عن عهد، ميثاق تعمل في لحظة يأس وتدفع ثمنه من دم العيلة. العواجيز كانوا عارفين إن لما الساعات تقف والكلاب تعوي يبقى في وعد قديم جه وقت سداده. الدين جاي يتحصل. ولادة آدم ما كانتش بس بداية حياة جديدة، كانت استمرار لعقد قديم ومرعب. حسن بص لابنه اللي ملفوف في بطانية بيضة بسيطة. كان المفروض يحس بالفرحة، كان المفروض يحس بفخر الأب الجديد، لكن اللي حسه كان خوف عميق. افتكر ليلة يأس من سنين، افتكر وعد التقال في الضلمة، صفقة اتعملت علشان يهرب من الفقر والقهر، عرض ابنه البكر مقابل حياة من غير هم. وقتها كان فاكر إن التمن بعيد ومستحيل. دلوقتي وهو بيبص في هدوء عينين ابنه الغريب، عارف إن اللي جايين ياخدوا حقهم وصلوا. العهد كان حقيقي، وابنه آدم كان هو التمن. فكرة عهد الدم قديمة زي الخوف نفسه، مش حكاية قرية واحدة. تقدر تلاقي أثرها في مخطوطات قديمة وكتب ممنوعة مستخبية في أركان المكتبات المعتمة. الكتب دي بتتكلم عن الوارث، بتحكي عن عهد بيتعرض على اللي وصلوا للحضيض، لليأسين، للناس اللي فقدت الأمل. الصفقة دايما واحدة، ثروة وسلطة ونجاح بيتعرضوا، وفي المقابل بيتوعد أول طفل في العيلة لقوة غامضة مش باينة. الطفل بيبقى وعاء، وارث لتركة أقدم وأظلم من أي مملكة بشرية. الكتب بتحذر إن الصفقة دي مش مع شيطان تقدر تشوفه، دي عقد مع قوة موجودة بين سطور الواقع. حسن كان واحد من اللي وقعوا في الفخ ده، كان غرقان في الديون، عائلته بتتعذب. ليلة وهو غرقان في اليأس صرخ يطلب النجدة، وجاله الرد، مش بصوت لكن بفرصة. راجل غريب ظهر بعرض عمل شكله مغري بشكل مش طبيعي، حل كل مشاكله في يوم وليلة. كان في عقد، طبعا عقد غريب، مطلبش فلوس، طلب وعد بس، وعد بأول طفل. حسن وهو أعمى من اليأس مضى الورقة بنقطة من دمه، أقنع نفسه إنها حركة غريبة من واحد غني مجنون. كان غلطان، الحبر ما كانش لسه نشف، وحياته اتغيرت، الديون اختفت، شغله بقى مزدهر، بقى عنده كل اللي كان بيتمناه. التمن بدأ يظهر في حمل مراته، ما كانش وقت فرح. مراته ليلي كانت بتشوف كوابيس مرعبة، كانت بتصحى تصرخ وبتتكلم عن أشباح واقفة فوق سريرها بتهمس باسم غريب. كانت بتحس إنها مترقبة بحضور بارد مش بيسيبها. جسمها ضعف وبشرتها بقت شاحبة. الدكاترة معرفوش يلاقوا سبب. حسن كان عارف إن ده من العهد،
من القوى اللي دخلها حياته بترقب استثمارها ومستنية الوارث يتولد. ما قدرش يعمل حاجة غير إنه يتفرج على مراته وهي بتتألم وذنب تقيل قاعد على صدره. ولما آدم اتولد الدليل الأخير ظهر. على ظهر الطفل تحت رقبته كان في علامة غريبة، مش وحمة، كانت رمز، حلزون مرسوم بالدقة شبه المجرى، محفور في جلده كأنه فنان ماهر رسمه. لونه غامق وبيسحب النور حواليه. كان ختم العهد، علامة الملكية. العلامة دي بتعرف اللي يدور عليها. كانت إشارة للعالم، للناس والجن، إن الطفل ده مختلف، بقى ملكهم، هو الوارث. طفولة آدم كانت هادية زيادة عن اللزوم. كان ولد ساكت وبيراقب، نادراً ما كان بيعيط أو يزعق زي باقي العيال. كان يقعد بالساعات يتفرج على حاجات بسيطة زي ورق الشجر أو سحاب بيتمشي في السماء أو لهب شمعة بيرقص. كان في سكون غريب حواليه. العيال التانية كانوا حاسين بده، يا إما يبعدوا عنه تماماً يا إما يتشدوا ليه ويتبعوه في صمت. الكبار كمان كانوا بيتطروا في حضوره، يحسوا إنهم بيتحاكموا بنظرة عيونه القديمة العارفة. حاجات غريبة كانت بتحصل حواليه، حاجات صغيرة ممكن تتقال صدفة. لعبته تتحرك لوحدها وهو في الأوضة، همسات بتتسمع من الزوايا الفاضية لما يكون قريب. ولو طفل تاني أذاه، الطفل ده يتعرض لحاجة وحشة في نفس اليوم، يقع فجأة أو لعبته تضيع أو يتشخط فيه من أهله. عمر ما حد ربط الحاجات دي بآدم، لكن النمط كان واضح. عمره ما بان عليه إنه عايز يأذي حد، كأن الدنيا حواليه بتحميه، بتستجيب لرغبته من غير ما يتكلم. الضلال في أوضته كانت أطول وأعمق. أهله كانوا يلاقوه بيتكلم مع حد مش موجود، بيحاور كرسي فاضي. حسن كان بيتفرج على ابنه وهو بيكبر بخليط من الحب والرعب. كان شايف هدوء الولد مش سلام، لكن عاصفة بتتجمع. العهد جاب له فلوس بس سمم حياته. عاش في خوف مستمر، مستني المصيبة تيجي. حاول يكسر العهد، لف على الشيوخ والعلماء، صرف تحويشة العمر يدور على مخرج، لكن العهد كان غير قابل للكسر. دين دم ولازم يتدفع. محاولاته كانت بتزود الطين بلة، كأن الديانين الخفيين اتضايقوا. الحاجات الغريبة حوالي آدم زادت وبكت أوضح. تجهيز الوارث عملية هادية. القوة اللي واخداه مش عايزة وعاء متمرد أو فوضوي، عايزينه هادي، مركز وخطير. هدوء آدم كان نتيجة تربية مقصودة. كانوا بيفضوه من المشاعر البشرية العادية زي الخوف والغضب وحتى الفرح الشديد. كانوا بيملوه بحاجة تانية، حاجة قديمة وباردة. عقله كان بيتسن ويتشحذ، حواسه بقت أقوى. كان بيتعلم في أحلامه وهمسات الضلال إزاي يلاحظ، إزاي يفهم القوة وإزاي يصبر. كانوا بيشكلوه ليبقى سلاح كامل، ملك صامت مستني عرشه. يوم ما آدم تم 13 سنة كان اليوم اللي كل حاجة فيه اتغيرت. كان يوم صحوته، صحى الصبح ده إنسان تاني. المراقب الهادي اختفى، مكانه ظهر واحد في عينيه نظرة تقشعر لها الأبدان. أول كلمة قالها لأبوه اليوم ده ما كانتش صباح الخير. بص لحسن ونظره كان حاد وقال بصوت نصه منه ونصه مش منه: العهد قرب يكتمل. دم حسن جمد في عروقه. الكلمات اللي كان خايف يسمعها بقاله 13 سنة اتقالت أخيرا. اللحظة وصلت. في نفس اليوم حسن مات. كانت جلطة قلبية مفاجئة. الدكاترة قالوا من التوتر، لكن اللي عارفين الحكاية كانوا بيهمسوا إن دوره خلص. سلم الوارث، بقى ملوش لازمة. الحكاية دي مش جديدة على آدم، التاريخ مليان حكايات شبهها. فنانين عظماء، علماء عباقرة، وغزات أقوياء، دايما اتقال عليهم إنهم باعوا روحهم لقوى الظلامية. الناس كانوا يشوفوا عبقريتهم، مواهبهم اللي فوق الطبيعي، وما يلاقوش لها تفسير. كانوا يقولوا إن نيكولو باجانيني عازف الكمان الأسطوري باع روحه للشيطان عشان موهبته المستحيلة. نفس الكلام اتقال عن عقول عبقرية تانية. يا ترى دي حكايات غيرة، ولا كان فيهم ناس زي حسن، ناس يائسة وقعت العقد ودفعوا ثمن رهيب مقابل العظمة؟ الأساطير بتفضل لأننا جوانا جزء فاهم الإغراء ده. الوارث دلوقتي صاحي،
الولد الهادي اختفي، وبقى مكانه كيان فاهم القوة اللي بتجري في دمه. هادي، ذكي، ومفيش خوف في قلبه. شايف الدنيا مش بيت لكن رقعة شطرنج. فاهم خيوط القوة اللي تحت السطح. يقدر يشوف الطمع والخوف والطموح في قلوب الناس ويعرف يستغله. القوة اللي خدته قضت 13 سنة بتجهزه. استثمارهم بقى جاهز. هو مش مجرد ولد، هو تركة. هو إرادة قوة قديمة في صورة بشر، جاهز يطلع للعالم وياخد اللي ليه. حكاية آدم ما خلصتش، دي لسه البداية. واقف عند مفترق طرق، شاب في إيده قوة لا توصف. الدنيا كلها مفتوحة قدامه، جايزة كبيرة مستنياه. وده يسيبنا مع سؤال مرعب. سهل نحكم على حسن ونقول عليه ضعيف، سهل نلومه، بس لازم نسأل نفسنا بصدق. لو كنا في أضعف لحظة ومفيش أمل وجالك عرض الدنيا مقابل وعد طفل لسه ما تولدش، هتقدر ترفض؟ يا ترى فينا حد يقدر فعلا يبعد عن سحر القوة والمجد لو اتعرض عليه العهد؟